انا حرة ومستقلة وقوية ومستقرة ماديا، مش محتاجة حد في حياتي، بلا جواز بقى بلا قرف، انا كده عايشة لوحدي اخر روقان. كل الكلام ده وهم وكده. انت قوية ومتحملة المسؤولية، بتتعلمي مهارات علشان تقدري تواجهي الحياة بيها، مستقلة، معاكي شهادتك او شغلك علشان لو حصل لك اي ظرف في حياتك ما تمديش ايدك للغريب او تبقي محتاجة حاجة وما تقدريش تجيبيها. لكن ده مش معناه انك تغيري فطرتك كأنثى وتستغني سواء بقى عن الزوج او الاهل. خلي بالك انت اتولدتي في بيت راجل، عشتي وتربيتي على ايده، وهو اللي علمك تبقي قوية كده، صرف عليكي واهتم بيكي. فكرة التحرر من الرجل دي فكرة عكس الفطرة، لان الراجل ده هو ابوكي وجوزك واخوكي وابنك وعمك وخالك اللي ما تقدريش تستغني عنهم. ما تسمعيش كلام اللي تقولك برافو ما تتجوزيش انت كده زي الفل، او انت عايشة براحتك ومحدش بيتحكم فيك. الكلام ده كله وهم، لان الزوج ده سند وظهر، وجوده شيء طبيعي جدا وضروري جدا. ما تخليش العمر يتسرق منك في شعارات مش حقيقية وترجعي تندمي انك بقيتي لوحدك من غير زوج او ابن.